دايما واحنا نطلع على التيك توك ولا اليوتيوب ولا الانستجرام نقعد نتكلم على السلبيات. طب والايجابيات فين؟ لما تروح مكان كويس لازم تتكلم عنه كويس. النهارده انا اول مره اخش محل 007. عايز اقول لحضراتكم ان معامله راقيه جدا. في الحقيقه انا كنت في تكنولوجي مول او الحاضر في تكنولوجي مول. عايز اقول لحضراتكم ان انا كنت داخل اشتري ترايبود للموبايل، وفي الحقيقه عجبني التعامل. خلوني كده في الاول بس قبل ما اقول لكم اي حاجه ان انا كان ناقصني قطعه ترايبود عندي. فصاحب المحل قال لي انا عندي ترايبود المفروض هرجعه، ردهوني فور فري. فانا كنت حامل اللابتوب على كتفي، كنت عايز اعمل له صيانه. عايز اقول لكم ان انا عملت له صيانه. اي نعم هم عاوزين شويه زياده، بس فعلا ناس راقيه جدا، وانا بنصح تيجوا 007 جوه او داخل تكنولوجي مول في الدور الثالث. وعايز بقى نتعرف على باشمهندس. مساء الفل. قول لي بقى، عرفني بيك. تامر. مهندس تامر هو المسؤول عن الصيانه؟ انا ما اعرفش حضرتك صاحب المحل ولا المسؤول ولا مسؤول على الصيانة. مسؤول. مهندس تامر هو مسؤول عن الصيانه. نكمل مع بعض كده. عايز اقول لكم برضو قبل ما اسيبه، هو حد راقي جدا في التعامل ودايما بيضحك وحاجه ما شاء الله يعني. عشان كده انا قررت اتصور معاهم. وبس عايز اقول لكم برضو هم قعدوني زياده شويه، بس شغلهم كويس، انا بنصحكم. نكمل بقيه المحل. الشباب ده شباب لزاز قوي، واشتغلوا برضو في اللاب بتاعي كويس. وبعد كده بقى نتنقل بقى على صاحب المحل اللي هيقول لنا. عرفني بقى يا باشا. معاك عماد يا فندم. المهندس عماد. قول لي هتدي الخصم كام لاي حد يجي لك من عند فنان الرحال؟ 10%. لا قليل، 15. حاضر عينيا. المهندس عماد يا جماعه وعد ان اي حد هيجي من عند فنان الرحاب هيديله 15%. وكده احنا اخدنا وعد من صاحب المحل ان اي حد هيجي من عند فنان الرحاب هياخد خصم 15%. عايز اقول لكم زي ما حضراتكم شايفين المحل ما شاء الله، علشان سمعته طيبه. هو كل الناس اللي بتيجي، انا شايف يعني يمكن انا قاعد اكتر من ساعه ونص معاهم. لا يعني ما شاء الله، هو فعلا حد سمعته طيبه. علشان كده انا برشح لكم 007 داخل تكنولوجي مول في مدينه نصر. تحياتي فنان الرحال.